هلا بنات، شلونكم؟ اخباركم؟ ان شاء الله تكونون زينين وتشوفون هذا الفيديو. اتمنى الفيديو يعجبكم. مثل ما تشوفون عندي هاي القطعه مترتين ونص، راح افصلها دشداشتين، دشداشه قياس لارج واكس لارج، وهمينه البتها رادت دشداشه، فحبيت انه اطلع لها من هاي القطعه لان مثل ما تشوفون حيل كبيره، فهي تريدها دشداشه عدله، وراح اطلع منها قياس البتها عمرها 3 سنوات. فمثل ما تشوفون بنات عندي هاي الزياده تقريبا بيها متر، هاي راح اخليها للردن، وللبنيه الصغيره راح افصلها الدجاجه. اما طابقه الاربع طبقات مثل ما تشوفون هذا يعني مترتين. شوفوا راح اخذ القياس والدجاجه عدله، يعني زاد عندي هواي قماش منها. شوفوا بنات، خليت هسه الشبر واربع اصابع النزال مال الابط مال الردن، وبعدين انزل على خط عدل، بس خليت قياس مال الصدر شبر واربع اصابع او 5 اصابع، لان ما اريدها ضيقه من الصدر. مثل ما تشوفون وراح اقصها قصه عدله لان الدشداشه عدله وبيها فتحات من نهايه الدشداشه. طول القطعة كان حيل طويل، فأنا خذيته من الطول مالتها، هي كان طولها 150، فمثل ما تشوفون طلع عندي زيادة تقريبا شبر. هذا الشبر اللي هسه قصيته هم راح استغله للبنية اسويه بيه ردن. هسه من راح افصل القياس مالتها راح تشوفون. شوفوا عندي هنا بنات القصة مال الرقبة او مال الكتف، راح مثل ما تدرون بيها انا كل مرة اخذ 4 اصابع، والنزال مالتها اصبعين، واسويه على شكل دائرية، والنزال مال الكتف مثل ما تدرون نهاية الحفرة مال الردن اخذ اصبعين، وابدي اقص ميلان بهاي الطريقة. هسه اجي افاصل الردن. مثل ما تدرون زادت عندي مترة، فراح اطلع منها ردن، وبعدين اخلي الزايد كلها للدشداشة مال الطفلة. شوفوا عندي طول الردن بنات شبر واربع اصابع، هذا طول الردن. اما عندي فتحة الابط شبر واربع اصابع، اما حفرة الردن شبر واربع اصابع. بالبداية ما حبيت انه اسوي لها بيها كسرات من فوق، مجرد انه عدلة، وحابة انه اسوي نهاية الردن فتحة وعليها قيرات، بس من نشرت مال طفلة قالت لا اريد نفس الردن مالتها بيها كسرات، فقلت لها مو مشكلة، انا ظل عندي من القماش فراح اسويلش بيها كسرات. ما شاء الله هذا القماش بيه خير وبركة. كفى عندي دشداشة مال طفلة ودشداشة قياس لارج واكس لارج، يعني ما كانت كانها مترتين ونص، كانها اكثر من مترتين ونص، بس هي بنات القطعة والله العظيم مترتين ونص. شوفوا بنات، اذا وصلتوا لهاي المرحلة اتمنى تحطون لايك واشتراك بالقناة، اللي ما مشترك اتمنى انه يشترك بالقناة ولا ينسى يحط لايك على الفيديو. شوفوا بنات هاي عندي ظلت الوصلة زيادة، راح اسوي بيها دشداشة للبنية. شوف تقريبا ظلت عندي متر كامل. الطول مالتها كان حيل طويل، وهمين العرض مالتها حيل عريضة. فشوفوا طبقتها 4 طبقات. راح اجي اخذ القياسات مال الطفلة عمرها 3 سنوات او 4 سنوات، هذا القياس يلبس بنات. شوفوا طبقتها 4 طبقات، واجي اخذ القياسات. الكتف مالتها 11 سنتيم، اما حفرة الردن مالتها 12 سنتيم. شوفوا بنات تتفقون على القياسات، وخليتها لكم على الشاشة. اللي حاب مثلا يكتب القياسات على الورقة ويبدي يفصل خليتها لكم واضح. اما العرض مالتها 16 سنتي بنات، واذا حابين تعرضون اكو طفلة تصير خشنة واكو طفلة ناعمة، اللي انا جاي افصل لها الطفلة حيل ناعمة، فهذا القياس حيل يلبسها، واحتمال همينة كبير عليها، فلحد هسه هي ما شايفته ما دازته الها. اما بالبدايه حبيت انه اسوي لها كلوشه، بس بعدين لا تراجعت، قلت خل اسوي لها يا دشداشه عدله مثل امها، حتى شنو يلبسن نفس الموديل. حبيته يلبسن نفس الموديل، وهم يعني اسوي لها بنهايه الدشداشه فتحات من الجوانب منا ومنا. فشوفوا بنات حفرة الرقبة مالتها سنتيمين، بس اكو مرات الطفلة يصير راسها كبير، فانتو بعد حسب شلون اللي موجود راس بيتكم، اذا كان كبير او صغير حتى تاخذون القياس عليها مضبوط. انا سويته حفرة الرقبة سنتيمين بنات. هسه اجي اخذ القياس مال الطول مالتها وابدي اقص القياس. هذا القياس بنات مثل ما قلت لكم 3 سنين الى 4 سنين. شوف الطول مالتها 3 شباره خذيته و5 اصابع تقريبا.
شوفوا هنا بعد ما خذيت القياسات وقصيتها بهاي الطريقة طلعت عندي العرض مالتها والطول. هسه اجي افصل الردن. هاي الردن بنات الوصلة اللي طلعت عندي من الطول، اللي قلت لكم الدشداشة مالتها طويلة وخذيت تقريبا شبر، راح استغلها واسويها ردن للدشداشة مال الطفلة. راح ابدي اخذ القياسات مالتها وابدي اقص حفرة الردن بنات على شكل راء، اللي دائما هم تجيني اسئلة شوف شلون اني اسويها على شكل راء. وبعدين اخذ القياس مال الطول مالتها تقريبا اني 5 أصابع مسدودة الطول مال الردن مال البنية. شوفوها هسه راح تقعد عندي على حفرة الردن مالتها، واسوي بيها كسرات بسيطة من الكتف مال الطفلة. شوفوا بنات القياسات اتمنى تكون واضحة وافتهمتوها. اللي يطبق هذا الفصال يكتب لي. وشوف هاي الوصلة عندي ظلت زيادة. هنا راح اخيط وياكم بس الموديل مال قياس الدشداشة الكبير بنات. شوف راح اخذ القياس حفرة الصدر، راح اسويها على شكل مربعة، العرض مالتها 4 أصابع والطول مالتها فتر. شوفوا بنات بهاي الطريقة اخذ فتر، وراح اخذ القياس اللي طول القراج وين اريد انا اسوي طول القراج اللي وين. فانا سويته 25 سنتيم، وراح ارسم خط عدل حتى امشي القراج عليه. اللي هو اجتني اسئله عيدينا هذا الخياط من خياطه الدشداشه الخضراء، فبسطي انه قد ما تقدرين. فبنات هاي الطريقه كلش بسيطه لكم. شوفوا بس بالبدايه اثبته من النص وبعدين ابدي اخيطه. للبنات اللي يخيطونه يطلع عندهم عواج، بس اذا ثبتوه من نهايه الخياط عندكم بهاي الطريقه مستحيل يطلع عندكم اعوج. حاولوا رتب القراج قبل لا تخيطونه حتى ما تضطرون تفتحون الخياط وبعدين ترجعون تخيطون، لان هاي الشغله همينه تضوج. فبنات اكو لاصق يصير ابو الوجهين همينه، اذا حابين تجيبونه وترتبون القراج وبعدين تكوونه بالقوت الحراري همينه ما راح يتعبكم بالخياط. مجرد انه ترتبون اول شيء القراج وانه تشوفون اذا بعواج او شيء انه تقدرون انه تفتحونه اللاصق مالتكم بعدين ترجعون ترتبونه. فهاي شغلة هم حلوة إذا بنات أنتم مبتدئات وتشوفون هذا الخياط صعب عليكم. أنصحكم تجيبون اللاصق الحراري ترتبون بالقراج قبل تخيطونه وبعدين تبدون تخيطون، هم راح يطلع عندكم الخياط كلش حلو ومستحيل إنه يخرب وياكم. شوفوا بنات هنا جبت هاي الوصلة أنظف بيها التنظيفة مال الصدر مالتي بهاي الطريقة. سويتها على شكل مربع على حفرة الصدر مالتي، وراح ابدي اخيطها. وورا ما اخلص بنات هاي القصة لازم اسويها حتى ما تبوط عندي من اقلب الوصلة. شوفوا بهاي الطريقة بنات اللي يخيط هذا الموديل اتمنى يدز لي على الانستغرام، راح اخلي لكم اول تعليق مثبت الحساب مالتي. هناك انا متواجدة هواي وانزل لكم شغلات كلش حلوة تستفادون من يمها بالانستغرام. شوفوا بنات النتيجة مال الموديلات كلش حلوة طلعت تجنن الدشداشة، خاصة مال الطفلة كلش حبيتها. شوفوا بنات الفتحات اللي خليتها من ناحية الدشداشة نفس القراج اللي خليته على الصدر خليته إلها على الفتحات. فشوفوا نظافة الشغل. ان شاء الله يكون الفيديو عندكم واضح، الشرح واضح والخياط همين ان شاء الله تستفادون من يمه. بعد سلام بنات، لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة، احبكم هواي.